تخيل نفسك في سنة 2018 قررت انك تخرج انت والمدام بعد ما انت والمدام دبيتوا خناقة لاخر السما وامك لا اله الا الله سمع السكر. لا بس ثواني وبعدين على فكره انت ما قلتليش على موضوع ناديه ده. يا جماعه ثواني. وقررت تخرج عشان تصالحها، فبتفتحوا تشوفوا ايه العروض اللي موجوده، فمراتك بتقول لك ما تيجي نروح نشوف مسرحيه. قلت لها مسرحيه ايه؟ هو بقى في مسرح دلوقتي؟ تقوم قايله لك دي لمسرح مصر. هنا تبتدي تفكر تروح ولا لا، ويجي في دماغك فيديو محمد صبحي وهو بيقول ان مسرح مصر مش مسرح اصلا. وهنا يجي سؤال مهم، وهو مسرح مصر مسرح ولا لا؟ صلى على النبي ويلا بينا. في سنة 2010 كان في برنامج لأشرف عبد الباقي، وكان بيستضيف فيه نجوم كبار، كانوا بيجيب حالات لناس تحكي معاناتهم وحكاياتهم، وفي الآخر بيطلع مقلب. كان بيعمل سكتشات برضه في البرنامج ده، والبرنامج كان حلو جدا، وكان لحد الحلقة اللي كسرت الدنيا، وهي حلقة محمد لطفي، وشاب الحلقة دي كان اون فاير فيها، وهو علي ربيع. ايه اللي بتحلم بيه؟ يعني في احلام كتير، اللي احلامه اصحى الاقيه متحقق. زي ايه مثلا؟ ساعتها يعني في ساعتها والله والله. يعني زي ايه مثلا؟ مره حلمت ان بفاتن حمامه. الفنانه فاتن حمام. صحيت لقيتهم عاملين حمام في البيت كتير. ده حاجه من الاحلام يعني. البرنامج يتشاف، وساعة الثورة يعمل أشرف عباقي مسرح اسمه تياترو مصر، كان بطولته هو وسليمان عيد رحمة الله عليه، كان بيتعمل في مسرح صغير، وفترة ورا فترة ينزل تياترو مصر على التلفزيون ويتعمل في مسرح أكبر ويكسر الدنيا. وأنا فاكر إن إحنا كنا بنتجمع قدام التلفزيون ساعات في المسرحية بتاعتهم كل جمعة لما كانت بتنزل على قنوات الحياة، بنقول علي ربيع ده هيبقى نجم مصر في الكوميديا. مش عارف إيه اللي حصل له، فكرة إن المسرح يرجع الناس تتفرج عليه تاني دي لوحدها كانت ظاهرة، لأن بعد الثورة وقبلها بفترة والله كان المسرح ابتدى يصبح فكرة، ما بقاش خروجه العيلة زي ما قلنا في فيديو المسرح، ويتفاجئ ونجوم تياترو مصر بنجاح ويقعد موسمين كده باسم تياترو مصر. برنامج نجح. ايوه. والبرنامج فجأة برعاية 26 منتج. ايوه. انت فاهم انت راجل. احنا مخدودين اصلا يعني برعاية 26 منتج وانا لسه. بعد كده المسرح يروح قناه ام بي سي ويكمل تياترو مصر يومي فؤاد واحمد فتحي، والبرنامج ده ما ينجحش تمام، ويروح على قناه ام بي سي مصر ويبقى اسمه مسرح مصر. المسرح ينجح فعلا، بس تبتدي هنا انتقادات. مثلا الاستاذ محمد صبحي يقول ان ده لا يعتبر مسرح، وانه مجرد سكتشات وتنمر. ولا تيجي الاشكاليه، هل هو مسرح؟ المسرحيه زمان كانت بتاخد وقت عشان تتكتب، سنتين مثلا او 3 سنين، ويقعدوا بروفات سنه كامله وتتعرض على مدار 3 سنين، وساعات بتقعد اطول زي مسرحيات الزعيم عادل امام، وده كان بيخلي وقت العرض طويل. ده لو انت هتروح تحضرها بقى في بريك، ترى الفصل الاول بيخلص تقعد فتره على ما يجهزوا المسرح، ولما بتتفرج على التلفزيون بتلاقي الحلقه بتعدي 3 ساعات برضه، وبيبقى وقتها طويل، وده كان بيخلي مفيش مسرحيات كتير في الوقت ده. يعني مثلا كنت صعب تلاقي عادل امام بيعمل مسرحيتين في نفس الوقت، وبرضه مسرحيات عادل امام دي ممكن تعدها على ايدك اصلا، لكن معظم المسرحيات تبقى ساعه اصلا. لو في مره عدت الوقت ده ممكن يقسموا المسرحيه على مسرحيتين عرض تلفزيوني مش في نفس الوقت. وخلي بالك ان كل اسبوع في مسرحيات دي بتتعرض، وده اللي خلى في مسرحيات كتير. وزي ما ده شيء ايجابي برضه شيء سلبي، لان مش كل المسرحيات بتبقى حلوه، في مسرحيات بتبقى اقل من المتوقع. وخلي بالك ان المسرحيات بتاعت زمان لو طلعت وحشه او ما عجبتش الجمهور يبقى راحت فلوسك يا صابر، عشان زي ما قلت لك بتبقى كتابتها على وقت طويل، والبروفات ودي حاجات مش ببلاش، حاجات دي بفلوس. ومسرح مصر كان وقته اقل، وانا رايي ان ده شيء عادي. زي ما كل شيء بيتطور المسرح برضه اتطور، بمعنى ان المسرح زمان كان بتبقى المسرحيات الكوميديه بشكل هزلي جدا، والمسرح اللي بجد كان بيبقى بشكل درامي اكتر زي الملك لير وهاملت ومسرحيات تانية، ودي كانت عروض مسرحيه بجد. فضل المسرح الكوميدي يتطور لحد ما وصل للشكل اللي بقى عليه دلوقتي، لكن استاذ محمد صبحي قال ان ده اسمه سكتشات مسرح اكتر منه مسرح، وهو هنا مع حق الصراحه. اصل بص، اكبر دليل هو تياترو مصر، كان مسرحيات اتعملت سكتشات اصلا معموله في البرنامج، كتبوها تاني وطولوها وخلوها تتعرض. يعني فكره ان في مسرح مصر كانت مسرحيه كل اسبوع خلت ان اشهر حاجات في مسرح مصر هي الخروج عن النص. يعني في تياترو مصر كان في خروج عن النص بس كان كل فين وفين، لكن مسرح مصر بقى الخروج عن النص اكتر من مره في نفس المسرحيه او العرض. بقى اشهر حاجات بتتشهر عن مسرح مصر هي خروج عن النص، لدرجه ان بقى بيتعمل فيديوهات تجميعات خروج عن النص تلاقيها طويله جدا. وايه تاني؟ تنمر. بص هنا لينا وقفه، انا من يوم ما عملت القناه دي وانا اكتر حاجه اتكلمت عنها قد ايه التنمر شيء مدمر. واستاذ صبحي قال ان مسرح مصر عباره عن كتله تنمر بيتنمروا على البنت التخينه وعلى اللي شكله وحش وكده، لانه استاذ صبحي نفسه كان برضه بيستخدم التنمر في بعض عروضه. دي لعبه، دي دبه. بس مسرح مصر بالذات التنمر كان اوفر، لا اوفر قوي. لازم نتريق على ويزو وعلى شكل حمدي وسنته وعلى قرعه عم سليمان عيد الله يرحمه، ونعمل مقارنه بين حمدي وأسقس مين شكله اوحش، فده قل من المسرح بشكل كبير. هتقول لي يعني انت عايز كل شيء مثالي؟ طب ما انا قلت لك ان كل شيء بالمعقول. تياترو مصر كان فيه خروج وكان فيه تنمر، بس كان تنمر قليل. واستاذ صبحي برضه فيها تنمر، واي مسرحيه كنت بتلاقي لازم جزء تنمر فيها، بس ما بيكونش فصل اساسي في العمل، اصل ما فيش اسهل من التريقه. بس مثلا عندك اللوكاندا بتاعت استاذ اشرف عبد الباقي كانت حلوه جدا وكانت مش
جزء اساسي فيها التنمر، كانت تمتها البخل والغني الطماع والفرق بين الاخ والاخ، فده طبيعي تعرف تطلع منه كوميديا بعيدا عن مشاهد ويزو اللي ما بتعملش غير عن التنمر. ومع ان هي بتعرف تمثل، الغلط مش غلطها، الغلط المخرجين اللي دايما حاطينها في الدور ده، واي حد بيكون عايز يشتغل وعايز فلوس. واكبر دليل على كلامي ان زي ما قلنا في فيديو التنمر في السينما، لما ناهد السباعي خست ما بقتش تشتغل وغيرها كتير ما بقوش يشتغلوا زيها. بقول لك ايه، خلينا في المسرح. الخلاصه ان استاذ اشرف ما دمرش المسرح، ده تطور عادي زي ما كل حاجه في الدنيا بتتطور، وان استاذ اشرف عمل انجاز بانه رجع للناس المسرح تاني، بس ما عرفش يستغله لاقصى درجه. استاذ صبحي نفسه اللي قال انه في عز الضلمه اشرف عبد الباقي عمل اللي ما عرفوش هم يعملوه. مسرح مصر وقلت ده كتير، انا انبهرت بيه اول ما اشرف كون الولاد دول وعمل، وقلت ساعتها صرحت قلت ان اشرف في عز الظلام عمل اللي احنا ما عملناهوش. وكمان خلي بالك ان محمد صبحي اصلا كان واخد دور اشرف عبد الباقي ده بس في زمنه، يعني مسرح محمد صبحي طلع لنا ناس كتير زي سيمون، يعني رمزي، صلاح عبد الله وغيرهم كتير، فهو اصلا كان واخد الدور ده زمان، بس هو كان بيتحكم في المسرح في كل حاجه. يعني انا ما اعتقدش انك ممكن تلاقي مسرحيه لمحمد صبحي طالع فيها الشباب بتوعه من غيره، لكن اشرف عبد الباقي في مسرحيات كتير هو ما طلعش فيها اصلا، بس ما زال داعم لكل الشباب. ولحد من فتره قريبه كان بيقول ان اللي عنده عرض مسرحي عايز يقدمه يجي له المسرح وهو يعرضه له. دلوقتي انا متقبل لما حد يجي يقول لي تيجي نروح مسرحيه مش ممكن تكون فيها نجوم المستقبل، واروح فعلا. خلي بالك ان معظم النجوم بتبقى من مسرح زي ما قلنا، يعني عندك مسرح تجاره خرج منه فراج وتايسون وشاهين واوتاكا ومحمد عبد الوهاب اللي كان لسه عامل الحشاشين، والمسرح مازال منتج النجوم الاول. خلي بالك ان اللي عايز يمثل ما بيدخلش معهد سينما، بيدخل معهد فنون مسرحيه. فشكرا استاذ اشرف عبد الباقي على تشجيعك لرجوع المسرح، وشكرا لكم كمان ان انتوا كملتوا معايا لحد هنا. وبس انا كده خلصت. اتمنى الحلقه تعجبكم، تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل فولو على الانستجرامات هتلاقيه تحت في اول كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.